فيلمنا بيبدأ مع شاب اسمه شيرو من المكسيك، حرامي محترف وعينه دايما على العربيات الغالية اللي مركونة في الشارع. بيشوف عربية 4x4 وبتعجبه وبيقرر يسرقها، وبيكون معاه كرة تنس بيضرب بيها على مقبض الباب فبيقدر يفتحه بكل سهولة. يا ابن اللعيبة يا فاجر. وبيفك الكاسيت وبيحطه في الشنطة، وبياخد كمان نضارة غالية من رف العربية وبيلبسها، وبيبقى عمال يدور على أي حاجة تانية يسرقها. ولما بيحس إن مفيش حاجة بيحاول يفتح الباب عشان يهرب، لكن المصيبة إنه بيلاقي الباب مش راضي يفتح. فبيجرب مع أبواب العربية كلها لكن مفيش فايدة، فبيبدأ يتوتر وبيرجع يقعد على الكنبة وبيخبط برجله على الباب عشان يفتحه، لكن برضه مفيش فايدة. فبيتجنن وبيحاول إنه يكسر الإزاز برجله، لكن بيفشل، وده لأن إزاز العربية متين وضد الكسر. فبيقرر إنه يفك هيكل باب العربية وبيحط إيده جوه الباب عشان يفتحه، لكن بيتجرح في إيده جرح جامد وبيكون مش عارف يعمل إيه تاني. وبعد كل المحاولات الفاشلة بيطلع مسدسه وبيضرب نار على إزاز العربية عشان يكسره، لكن الطلقة بترد من الإزاز وبتدخل في رجله، ردت فيه وجت في صدره. فبيصوت من الألم وبيقلع التيشيرت بتاعه وبيربط رجله عشان يوقف النزيف. وسبحان الله قبل ما يدخل العربية كان بيحاول إن محدش يشوفه، لكن دلوقتي بيدور على أي حد عشان يساعده حتى لو هيتقبض عليه وهيتسجن. فبيحاول يلفت انتباه أي حد ماشي في الشارع، لغاية ما بيشوف واحدة بتقرب من العربية وبتقف قدام الإزاز وبتستخدمه كمراية عشان تظبط الميك اب بتاعها. وشيرو بيفضل يصرخ ويخبط على الإزاز عشان يلفت نظرها، لكن هي بتكون مش سامعاه وبتخلص اللي بتعمله وبتسيبه وتمشي. فبيحاول يدوس على كلاكس العربية عشان أي حد يجي يساعده، لكن كل ده كان في الفاضي لأنه بيكون عطلان. بعدها بيطلع موبايله وبيتصل بمراته عشان تيجي تلحقه، لكن الموبايل بيفصل شحن رحت من يوم ولا حلقه، وبيكون مفيش أي طريقة يتواصل بيها مع أي حد بره العربية. وبيعدي الوقت والليل بيدخل عليه، وشيرو بينام من كتر الوجع اللي في رجله، وبيصحى تاني يوم وهو هيموت من العطش. فبيضطر يلحس بخار المية من على إزاز العربية، وبيطلع الكاسيت من شنطته وبيركبه تاني، وبيشغل الراديو وبيسمع أغنيته المفضلة وبيقعد يدندن معاها وبيحاول ينسى اللي هو فيه شوية. بعدها بيتحمس وبيحاول يفتح الباب تاني، فبيجيب مفك وبيحاول يكسره لكن برضه مفيش فايدة. وفجأة بتيجي مكالمة على موبايل العربية وبيكون متوصل بالسماعات، ولما بيرد على المكالمة بيسمع صوت راجل بيقول له إن اسمه الدكتور إنريكي، وبيرحب بشيرو في عربيته وبيعرفه إنه اتعرض للسرقة 28 مرة قبل كده، وإن شيرو هو الحرامي رقم 29. فشيرو بيتعصب لما بيعرف إن كل ده كان فخ من صاحب العربية، لكن الدكتور بيكمل كلامه وبيعرفه إن العربية فيها جهاز إنذار متوصل بالموبايل بتاعه، وإنه يقدر يقفلها ويفتحها بضغطة واحدة، وإن الأبواب كلها مضادة للرصاص ومستحيل حد يشوفه أو يسمعه من بره العربية، وإن المكان الوحيد اللي مش ضد الرصاص هو تانك البنزين وبيكون مليان على الآخر، يعني أي حركة مجنونة هيعملها العربية هتنفجر. في الوقت ده شيرو بيكون مصدوم ومش قادر يصدق اللي بيحصل، وبيسمع الدكتور وهو بيقول له إن مراته ميتة وإن عنده 60 سنة، وبيقول له إن العالم زمان كان أمان لكن دلوقتي بقى مليان بالحرامية، وعشان كده هو قرر ياخد حقه بإيده. وبيسأل شيرو هيعمل إيه لو شاف ابنه بيسرق، فشيرو بيتعصب عليه وبيهدده إنه هيقتل عيلته كلها لو ما فتحش العربية، لكن الدكتور بيقفل السكة في وشه. يا حاج اسماعيل علي صوتك يا حاج. وبيشغل التكييف على أقل درجة عشان يعذبه، لدرجة إن العربية بتتلج وشيرو بيبقى هيموت من البرد. فبيرجع يلبس التيشيرت اللي رابط بيه الجرح اللي في رجله، وبيقلع البنطلون وبيقطعه عشان يربط الجرح تاني. وبيعدي الوقت لغاية ما الدكتور صاحب العربية بيتصل بيه وبيسأله نفس السؤال، وبيقول له هتعمل ايه لو شفت ابنك بيسرق، وبيعرفه انه لو جاوب صح هيجيب له ميه عشان يشرب. فشيرو بيجاوب لكن الإجابة مش بتعجبه، فبيفضل يترجاه وبيقول له انه خلاص اتعلم الدرس، لكن الدكتور مش بيهتم. وبيبدأ يحكي له عن حادثة حصلت لبنته السنة اللي فاتت لما 2 حرامية اتهجموا عليها، وهي عرضت عليهم كل الفلوس اللي معاها، لكن هم فضلوا يهددوها هي واولادها لمدة 3 ساعات. بعدها شيرو بيسأله انت تخصصك ايه عشان تقدر تعمل كل ده، فالدكتور بيقول له ده سؤال ممتاز هسيبك تفكر فيه، وبينهي المكالمة. بعدها شيرو بيشوف ضابط واقف قدام العربية وبيكتب مخالفة، فبيحاول يلفت انتباهه بأي طريقة لكن مفيش فايدة. وبعد كام ساعة بيرجع الدكتور يكلمه وبيطلب منه بياناته مقابل شوية مية، ولما شيرو بيجاوبه بيقول له يشرب من مية غسيل الإزاز. أي نعم المية كانت مليانة منظفات ومعفنة لكن شيرو شرب منها، وبالليل بيكون جعان جدا فبيضطر انه ياكل حشرة دخلت جوه العربية. ايه القرف ده يا جدعان في ايه؟ وتاني يوم بتكون درجة حرارته عالية جدا بسبب الجرح اللي في رجله، وبيكون بيتنفس بصعوبة. فبيقرر الدكتور انه يقفل التكييف شوية عشان درجة حرارة شيرو ترجع لطبيعتها، وبيكلمه وبيحكي له عن نفسه وبيقول له ان هو كمان راجل كبير وعنده السرطان، والدكاترة قالوا له انه قدامه سنة بالكتير ويموت. وشيرو بيزهق لدرجة انه بينام والدكتور بيكلمه، ولما بيصحى بيقعد يقرا في كتالوج العربية يمكن يلاقي طريقة يخرج بيها، لكن من كتر الجوع بيقطع الورق وبياكله، وبيضطر انه يعمل بيبي في ازازة ويشرب البول بتاعه. ريحة النشادر سوقتني بقى يا باشا. بعدها بيرجع له الامل لما بيشوف حرامي بيحاول يسرق العربية، لكن الناس في الشارع بيمسكوه وبيضربوه وبيسلموه للشرطة. وشيرو بيبدأ يهلوس وهو بيكلم نفسه وبيقول ان الفقراء كتير وان الاغنياء هم اللي بيعملوا القوانين
القوانين وبيسرقوا البلد كلها، وعشان كده هو اختار يكون حرامي زيهم عشان يعرف ياخد حقه. خلص. وتاني يوم صاحب العربية بيكلمه تاني وبيعرفه إن في حتة شوكولاتة تحت الفرامل، فبياكلها بسرعة وبيقعد يتفرج على الناس وهي ماشية في الشارع. بعدها شيرو بيحاول يعمل فتحة في هيكل للعربية وبيحاول ينادي على أي حد لكن مفيش حد بيسمعه، والدكتور بيكلمه وبيعرفه إنه تواصل مع أهله وبيسأله أنت عملت إيه في حياتك عشان يحصل فيك كل ده. ولما شيرو بيتعصب عليه الدكتور بيعرفه إنه جاب السجل الإجرامي بتاعه وبيقول له أنت قتلت شخص بريء قبل كده. فشيرو بيبدأ يعيط وهو بيقول له إنه ما قتلش حد في حياته. فالدكتور بيفكره بحادثة كان ضرب نار على 2 اخوات عشان يسرقهم، وكمان سواق الاتوبيس اللي ضربه لغايه ما عمل له عاهه مستديمه. لا انا ما اسمحلكش. فشيرو بيقول له ان دي كانت غلطه السواق عشان لما طلع يسرق الركاب السواق دافع عنهم وانه دفع ثمن غلطته. بعدها شيرو بيقدر يشحن موبايله عن طريق الطاقه الشمسيه، لكن لما بيتصل على مراته بيسمع البريد الصوتي فبيسيب لها رساله وبيعترف فيها بكل حاجه عملها في حياته وبيعتذر لها انه رجع للسرقه تاني، وبيفضل يعيط وهو بيلعب في زراير العربيه لغايه ما العربيه بتشتغل معاه بالصدفه. فبيكتشف ان العربيه بتشتغل لما تدوس على زرار الباور كذا مره، فبيدوس بنزين لحد ما بيخبط العربيه في عمود عشان يلفت انتباه الناس. واخيرا بيقدر يخرج من العربيه لكن بيكون تعبان جدا وبيقدر يمشي لغايه مطعم في بنزينه قريبه وبياخد سندوتش وبيقعد ياكله وهو مبسوط. ولما بيجي مدير المطعم يطلب منه الحساب بيطلع المسدس وبيضرب عليه وبيقتله، لكن بعدها بيصحى من النوم وبيكتشف انه كان بيحلم وانه لسه محبوس جوه العربيه، فبيقرر انه ينتحر وبيحط المسدس في بقه لكن ما بيقدرش وبيفضل يعيط. لا بص ما تعيطش. بعدها بيظهر صاحب العربيه وبيكون واقف بيضحك على شيرو وبيفتح العربيه وبيدخل يعالجه. فشيرو بيغمض عينيه وبينام لكن بيطلع انه فخ، وبيضرب نار على الدكتور لكن الطلقه مش بتيجي فيه، فبيخرج من العربيه وبيضرب طلقه في الجو لكن الدكتور بيقدر يمسكه وبياخد المسدس منه. فبتظهر شرطيه وبتقول له يرمي المسدس لكن بيفضل ماسك شيرو وبيهدد انه هيقتله. وبعد وقت قليل بيكون الشرطه والاعلام وصلوا والدكتور بيقول لهم ان هو الضحيه وان شيرو حرامي. وبعد محاولات فاشله من الشرطه بيجي شخص اسمه خوليو عشان يتفاوض مع الدكتور، فبيسأله عن طلباته. فالدكتور بيقول له على مشاكل كتير في البلد وان الحكومه مش بتهتم بالناس ولا بتهتم بمشاكلهم، لدرجه انه من يومين شاف براس كلب في الشارع لان صاحب الكلب مش بينظف وراه. والناس بتتأثر بكلامه. وبعد شوية بيقدر خوليو يقنعه انه يسيب شيرو، ولما بيسيبه الشرطة بتقبض عليه. وبعدها خوليو بيطلب من الدكتور يسلم نفسه لكن هو بيبتسم وبيركب عربيته وبيحط موبايله على سقف العربية وهو مشغل تايمر. فخوليو بيفهم انه تايمر قنبلة وبيخلي الناس كلها تبعد عن المكان بسرعة. اجري يا مجدي. والعربية بتنفجر والدكتور بيموت، والفيلم بينتهي والناس كلها حزينة ومتأثرة على الدكتور، وغالبا كده هيعملوا مظاهرة ضد بروز الكلاب. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، عايزين نوصل ل 100 لايك كده بسرعة. طبعا انت كل مرة بتنسى فانت فكرك. اتبسطت يا سيدي. ولو لسه مش مشترك اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنساش تصلي على النبي وتكتب اي كومنت تشجعني فيه. اشوفكم الملخص الجاي، سلام.